يا مستخدمين الصحة نستنكر العدوان الصهيوني على المشفى. هي عدوان غير إنساني يرتقي إلى الحيوانية أصلا مش الإنسانية. أنك تضرب مشفى فيه جرحى وفيها مصابين أصلا هم مصابين وترمي عليهم صاروخ، يعني كانت كارثة بكل المقاييس. وحنا يعني ماشي نردد كون صرنا كيفاش نروح نجاهد معاهم. أنا In the past moment, we heard that the invasion of Israel to Gaza, they blowed an hospital, which is we are very sorry as a human being, because it's really unforgettable, and it's one of the most brutal things that happened in all the history. So I don't know where is the human rights in this case. So we are very sorry. We are Algerian. We are solidating with the Gaza people and hope that massacre will end very soon. We love you, Gaza from Algeria. نحن يعني على صدمة أقول عالمية. كل العالم مندهش لهذا التصرف الشنيع، أن مريض في مستشفى أنه يصاب بضربات يعني نارية من أجل الموت. وهذا شيء كبير وشيء حير الناس الكل، وحيرنا لنا في الجزائر، وقلوبنا كلها مع يعني أهل غزة وكل مريض وكل من يعاني. في نفس الوقت ما كناش نتوقعوا باللي يجي يوم أن مشفى فيه الأمن، فيه أطباء يداويوا المريض، أنه يصاب بشيء. حتى الجوار يعني الناس اللي ذهبت للمستشفى في بالهم بلي أنهم ما يتقاسوش، وللأسف الشديد لشناعة هذا الجرم أنهم تقاسوا، وكل قلوبنا مع أهل غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد حزمون إبراهيم، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة في الاستعدادات الطبية الجراحية برج بوغاليش. فيما يخص العدوان الغاشم على غزة، ومؤخرا يعني قصف مستشفى يعني فيها أطفال ومرضى، نستنكر بشدة وننذر بكل قوانا وبكل مشاعرنا، ونقف وقفة تضامنية مع الشعب الشقيق الفلسطيني، وخاصة منهم الذي يعاني في غزة تحت القصف الإسرائيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصفتنا موظفي الصحة ونستنكر استنكار شديد القصف العدوان الصهيوني على مستشفى بفلسطين. يعني عالميا محاولة الاعتداء على المستشفى كما هذه في الاتفاقيات الدولية ممنوعة تقصف. احنا كموظفين الصحة نستنكر الاعتداء على